يلا تعالى اقول لكم على احلى اكله واسهل اكله برضو ما تاخدش وقت ولا غلبه. السمك السنجاري والبوري المشوي اللي فيه قلب دهب، ولقيت فيه فعلا بطارخ. فعلا ما يتاكلش السمك غير في الشهور اللي بتنتهي بحرف الر. بصوا الجمال. ايه رأيكم تيجوا معايا اقول لكم الجمال ده طلع ازاي؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بقى أول حاجة. أدي أهو السمك. الأول هننضف السمك بتاعنا. خطر في بالي إن أنا النهاردة هعمل السمك ده إيه؟ سنجاري. عشان نعمله سنجاري لازم الأول ننضفه. شايفين السمكية جميلة إزاي؟ أنا نزلت جبته. بصراحة كنت هشويه وبعد كده قلت لا، أنا هعمله أحسن سنجاري بالطريقة الجميلة اللي متعودة عليها، اللي معودانا عليها ماما الله يرحمها. طبعا في الاول خالص اول حاجة بنمسك السمكة ونقشرها بالمنظر ده كده، نشيل القشر بتاعها وننضفها خالص من القشر. وطبعا هنمسكها نقصقصها بقى مش هنخلي فيها ايه اي حاجة. نقصقصها بالمنظر ده كده. عشان ايه؟ تكون السمكة نقصقصها وننضفها كويس قوي. واوريكم الطريقة اللي انا ايه هفتح بيها السمك زي ما حضراتكم كده شايفين. التانية برضو هعمل فيها كده، هفضل وراهم كلهم كده لحد ما اخلصهم من الايه، انضفها كويس جدا. طبعا هنخلي بالنا من القشر ده عشان ما يخرجش بره الحوض. اهو. بصراحة قلت اعمله ايه السمك ده، املحه ولا اشويه؟ في الاخر بقى دماغي هدتني ان انا اعمله ايه، سنجاري، الطريقة الجميلة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، اللي وارثينها عن ايه، عن اهالينا. يلا بقى تعالوا نشوف ازاي نفتحه عشان نعمل منه السنجاري. بصوا البق بتاعه اهو، او نفتح البق بتاعه كده زي ما حضراتكم شايفين، من الظهر بتاعه. وهننزل ايه، ناخده كده من هنا كده، هنقصه وبالراحة خالص عشان ما نهريش السمكة. بصوا موضوع سهل جدا. من الظهر وهنمشي بيها كده على طول. خلي بالكوا عشان ما نهريش ايه السمكة. نفتحها كده اهو. بصوا اتفتحت ازاي. الله، ده في بقى اللي هو الذهب الاصفر زي ما بيقولوا كده. شايفين البطاريق؟ هننضف كل ده كويس جدا. شايفين البطاريق؟ ما شاء الله. طبعا ده كله بيتنضف، ننضف القلب بتاعه. لو عندك فرشة سمك اوكي، نفتح المية الجارية عليه وننضفه كويس جدا. واحيانا كمان ايديك بتبقى ايه
احسن من فرشة السمك. شايفين؟ الله الله، شايفين الذهب الاصفر؟ هننضف كويس جدا. ومش هسيب السمكية غير اما تبقى زي الفل زي ما انتوا حضراتكم كده هتشوفوها. هنعمل واحدة تاني قدام حضراتكم. ادي السمكية، هجيب بقها، بصوا، هدخل في المنتصف كده من عند الظهر، وهفتح الايه السمكية بس بالراحة عشان ايه، عشان ما تتهريش. لحد ما نوصل للاخر، وهنفتحها كده بالراحة خالص. اهي هننضفها كويس جدا. ودي فيها برضو الذهب الاصفر بس كان قليل مش زي الاولانيه. هننضفها كويس جدا بفرشه السمك بقى او بايديكم اللي انتوا متعودين تعملوه. زي بقى ما حضراتكم شايفين احنا كده خلاص خلصنا ايه تنظيف السمك. مسكناه فتحناه زي ما حضراتكم شايفين كده من ظهره، انا وريتكم مره واتنين. وهنمسك السمكيه نقلبها كده على وشها عشان تصفي ايه اي ميه فيها اهو. السمك بتاعنا شايفين الذهب الاصفر الجميل اللي لقيناه جواه. يلا بقى نستعد لعمل الايه الخلطه اللي بنحطها في قلبه. تعالوا بقى لما اقول لكم بقى على الايه، على الخضروات اللي احنا هنستخدمها في عمل بقى الايه الخلطه اللي احنا بنحطها في قلب السمك السنجاري. ادي فلفلايه حمراء هناخد نصها طبعا، وفلفلايه صفراء برضو هاخد نصها، وادي جزرتين وليمونتين وقرنين فلفل سبايسي للي بيحب السبايسي، واربع خمس فصوص توم، وفلفلايه خضراء، وطماطميتين، وعود كرفس، وهجيب كمان بصلايه متوسطه معاهم. ويلا نشوف هنعمل بيهم ايه. اول حاجه هنجيب البصلايه وهنقطعها زي ما حضراتكم شايفين كده، هو جوانح او جوليان. طبعا احنا هنحضر الخلطه اللي احنا ايه هنحطها للسمك السنجاري. يلا قبل ما اقول لكم بقى على الخلطه ما تنسوش معانا اللايك والشير والايه والسبسكرايب وكومنت حلوه كده من بقكم الجميل اللي انتم معوديني عليه. ادي همسك الفلفل هقطعه كريهات، خضار فريش بصراحه وجميل، طبعا هيخلي الايه الخلطه بتاعتنا زي السكر. وهقطعه كده زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو على جنب. ناخد برضو نص الفلفلات الصفراء،
كله هيتقطع كريهات كده صغيرة. الفلفلة الرومية الخضراء. عملتوا لايك وشير وسبسكرايب ما تنسونوش، علشان خاطر القناه بتاعتي تكبر، وعشان خاطر كمان يوصل الكلام دون لاكبر عدد من الناس. عشان نعمل بقى التتبيله بتاعتنا، يلا هنزل اهون. هجيب عندي طاسه او وok الموجود عندي، هنزل فيه بالايه، بالزيت المناسب للايه للخلطه دي. وهنزل اول حاجه معايا بالبصل الجوانح. انا عايزاكم بقى تعملوا التتبيله دي وتستمتعوا بالريحه بتاعتها. بس هو نزلته. هنزل تاني حاجه على طول، هنزل مع البصل بتاعي عشان ياخد نفس التحميره شويه الثوم بتاعي. خلي بالكم انا مش هحمر البصل قوي، انا عايزاه ايه يا دوب بس يدبل. واستمتعوا بقى بالريحه الجميله بتاعتها. هنقلب كده تقلبتين البصل مع الثوم. هنزل معاه بالفلفل الايه الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبها برضو كده تقلبتين. هنزل عليها على طول بالفلفل الالوان الاحمر والاصفر والاخضر. يدوب بس هيتشوحوا كده بس تشويحتين. يتشوح الايه البصل مع الثومه. بص ريحتهم بس طلعت كده، ومعاهم الفلفل الايه الالوان وقرن الفلفل الحار. هنزل عليهم بقى بالجزر بتاعي ياخد له برده تشويحتين كده، ومعاه الكرفس. وهسيب الطماطميتين للاخر بس هما يتشوحوا مع بعضيهم كده بس ويتبلوا. الكرفس ده بقى بيخلي ريحتها حاجه تانية خالص. يدوب بس هيتشوحوا كده تشويحتين. بمجرد بس ما هياخدوا كده تشويحتين يدوب ريحتهم طلعت، هنزل عليهم بالايه بالطماطميتين اللي انا مقطعاهم كريهات. طالما في طماطم يبقى اكيد في ايه سكر، حاجه بسيطه. ننزل معاها نص معلقه سكر. هننزل بالخليط الجميل ده كله ببعضه، مش هقول لكم على الريحه بتاعته،
حاجة كده يعني حاجة رائعة. هنزل بقى بالتوابل بتاعتنا اللي هي في توابل عندي للسمك، لو مفيش احنا نعملها. معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة من الكمون، ومعلقة توم باودر، ومعلقة بصل باودر، ونص معلقة جينجر، ونص معلقة شطة، والملح بتاعي، والفلفل الاسود. هنزل بالتوابل بتاعتي دي. ننزل عليهم بايه؟ بليمونه. كده تمام. حلوه قوي الحشوه بتاعتي بتاعت السمك السنجاري، حلوه قوي الحشوه وريحتها كده جميله. يلا بينا نحضر بقى الايه؟ السمك عشان ندخله نحشيه الحشوه الجميله دي، وبعد كده ندخله الفرن. يلا بقى هنقطع ايه؟ الورق الفويل على قد اعداد السمك بتاعنا. هيكون مثلا ايه حجمه كده. هنعمل 5 سمكات، هنعمل 6 سمكات، 4 سمكات، هنعمل لهم ايه؟ ورق الفويل على قد عددها. هناخد ورقه واحده، ورقه ورقه كده، واوري لحضراتكم ازاي ايه بنعمل. اهي انا فردت قدام حضراتكم الورقه. نجيب السمكية قدام حضراتكم كده، وهلم عليها الورق الفويل. زي ما حضراتكم كده شايفين. ادي اول واحده. نعمل واحده كمان قدام حضراتكم. الورقه بتاعتي. هجيب السمكيه برضو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اتغسل واتظبط، واحط فيه الذهب الايه؟ الذهب الاصفر بتاعه. بص الجمال، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. احنا الايام دي في موسم الايه؟ السمك المبطرخ، سواء كان بوري، سهليه. بصوا بلمه ازاي الورق الفويل حواليه. بصوا بقى حضراتكم زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا بنبعد شويه الايه؟ الفويل اللي احنا تانيينه حوالين السمك، زي ما حضراتكم شايفينه كده بالشكل ده. طبعا على قد عدد افراد الاسره. بصوا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل اول حاجه هنحط رشه من الفلفل الاسود، ورشه من الملح، ورشه من الكزبره، بس مش هنكتر عشان احنا اوريدي حاطين ايه في التاني. هنعمل كده في عدد السمكات الموجودين قدامكم. كل سمك هنعمل فيه نفس الموقف. فلفل اسود، ملح، كزبره. وهنجيب بقى ايه؟ الخلطه الجميله بتاعتنا دي، هنفردها فيه كده بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنغطيه كويس جدا. شايفين الذهب الاصفر ده؟ حاجه كده رائعه. السمك فعلا يتاكل في شهور الري اللي بيبقى فيها مبطرخ كده، وبيبقى طالع من البحر ريحته جميله.
هو ده عنوان السمك الجميل اللي احنا عايشين فيه الايام دي اهو، زي ما حضراتكم كده شايفين. وريحه الخلطه بقى مش هقول لكم عليها، الايه الكرفس مع التوابل مع الفلفل الالوان مع الجزر، عاملين ميكس يجنن مع الثوم. واول ما نحطها في الفرن انا بقول لكم على التكات بتاعه السوا بتاعتها الجميله، عشان ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. اول ما هنحطها في الفرن هنحطها على الصاجه الايه، على صاجه الفرن اللي تحت. وبعد كده هوت هنقوم ايه، هنقوم يعني هتقعد مثلا حوالي 20 دقيقه على الايه، لا مش 20 دقيقه، 10 دقايق على الصاجه بتاعه الفرن. وبعد كده هنرفعها فوق. وطبعا ريحته مش هقول لكم عليها بقى لما هتكون ايه كمان جاهز للسوا هو كالسمك، مش الايه مش الخلطه اللي احنا شمينا ريحتها دلوقتي وقلبت الدنيا. يلا بينا نحطه في الفرن. طبعا نحط شريحه ليمونه على كل ايه، على كل سمكه كده. لازم احنا نظبط الدنيا وايه، ونظبط الشكل، لان قبل ما البق بياكل العين بتاكل. لو الحاجه عاجبه عينينا طبعا كلنا اكيد ايه. يلا هنحط لها نقطتين ليمون كده اهو على كل سمكه، وهندخله الفرن. مش هيقعد اكتر من ايه، مش هيقعد اكتر من نص ساعه. ويلا بقى عقبال ما السمك يخرج من الفرن نحضر ايه رز الصياديه. هنمسك بصلايه كبيره كده هنقطعها جوانح اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. هننزل بيها على شويه زيت ونحمرها كويس جدا. زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا مش هنحرق البصل، احنا بس هنحمره كويس جدا عشان رز الصياديه يبقى مظبوط. واول ما هيوصل للدرجه دي هنزل معاها التوابل بتاعتها، تاخد بس ايه تحميره في قلب الزيت والبصل. ورق لوري، قطعه ايه ماجي، وثلاث اربع فصوص حبهان، وفصين مسمار، وملح وفلفل وكمون وكزبره اهو. بس يا دوب هياخدوا كده ايه تشويحه، وتوم باودر. شايفين ريحتهم طلعت. وطبعا مش هننسى شويه القرفه. هنزل بقى عليهم بالميه المغليه من الكتل اهو. واغطي الكلام الجميل ده، خليه بس ياخد غلوتين. طبعا هو اتملح وكل حاجه، سيبه ايه ياخد غلوتين عقبال ما نجهز الرز بتاعنا المناسب للايه لعدد افراد الاسره. انا بعمل كوبايتين رز. للي بقى خلاص غلوتين. بصوا هنقلب كده. يلا هننزل بقى بالايه بالرز بتاعنا اللي احنا عايرناه. وهنزل على طول وراه بايه بليمونه معصوره. ما تخافوش ما بيمررش، بالعكس دي بتدي مزازه جميله. لما نغطي سيب الكلام الجميل ده ايه يستوي. بصوا بقى يا امارات، اتبقى كده عندي شويه ايه، اتبقى عندي سمكتين، وانا جوزي بيعشق الايه البوري المشوي. فقمت لفاهم في قلب شويه الرد الموجودين عندي في الديب فريزر، وحطيتهم في ايه على الصاجه. بس طبعا حطاهم في قلب ايه صينيه الفرن على الصاجه بتاعه الفرن. وطبعا عماله اقلبهم شمال ويمين، ومش هقول لكم بقى على الدخن. يلا انا بعمل لها دلوقتي الايه الصوص اللي انا برميه عليها. الصوص بتاعها ده عباره عن ايه قرن فلفل سبايسي، نص قرن فلفل احمر،
وحطيت عليهم 4-5 فصوص توم وربع بصلايه صغيره كده. وهنزل الكلام الجميل ده على بوله. انا بعمل لها بقى الصوص اللي هو بيتحط عند الايه السمك المشوي. مش هقول لكم بقى التتبيله دي من عند مامتي. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل كده من ايه، من لسانكم اللي زي العسل ده، علشان خاطر يوصل الكلام الجميل ده للكل. وادي التوابل بتاعتنا: معلقه من الشطه، معلقه صغيره خالص من الشطه او نص معلقه شاي من الشطه، ومع نص معلقه كمون وكزبره وملح. واحط لها بقى طبعا ايه شويه فلفل. وهنزل عليها بايه، هنزل عليها بليمونه معصوره. هنزل عليها كمان بربع كوبايه من الخل. هننزل عليهم كمان بايه، بربع كوبايه من الميه. وايه هنقلب الجمال ده كله كده مع بعضه. وهنزل عليها كمان بعود من الخضره الموجوده عندي: كزبره، بقدونس، كرفس، الموجوده عند حضرتك نزلي. شايفين الجمال؟ مش هقول لكم بقى طعمها كده حاجه رائعه. انا طبعا عندي عود كرفس وعود ايه كمان شبت، مش هيقول لا. هفتحهم كده قدام حضراتكم. وهبشر طبعا نص جزرايه وهنزل عليها، بس ايه هقطعهم وافرمهم فرم ايه ناعم. وانزل بالكلام الجميل ده على الايه، على الخلطه بتاعه المشوي. مش هقول لكم على ريحته تجنن. وهجيب المبشره بتاعتي وهبشر زي نص جزره. زي بالظبط خلطه المشاوي اللي بره، بس بتبقى في البيت بقى ايه حاجه كده رائعه، حاجه بيتي نظيفه. احنا ايه غاسلين كل مكوناتها اهو. ادي النص بس جزرايه. وهنقلب الايه الكلام الجميل ده. شايفين زي اللي احنا بنلاقيها بالظبط للمشويات. وهندوقها وهنشوف الحوض بتاعها مظبوط ولا لا. وبسم الله ما شاء الله. شايفين الشكل جميل ازاي؟ النهارده الغدا بتاعنا سمك سنجاري بوري سنجاري معمول بخلطة بتاعت مامتي. حاجة كده جميلة وطعم من الاخر حاجة كده روعة. جربوا الكلام الجميل ده وقولولي ايه الجمال اللي انتوا لاحظتوه فيه. قولولي في كومنتاتكم عجبكم السنجاري بالخلطة اللي احنا عملناها دي، والسمكتين المشويتين اللي انا قلت لكم عملتهم في الاخر اهم لسه طالعين دلوقتي من الفرن. وطبعا غطيتهم بالخلطة اللي احنا عملناها مع بعضينا. وادي رز الصيادية بالهنا والشفا على اللي هياكلوا. وطبعا مش هنسى طبق البصل اللي هم بيحبوه معاه اهو. وبكده الاكل بتاعنا خلص وتم وزي الفل. اللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب. دمتم في رعاية الله.